السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. طبعا يمكن النهاردة في ماتش مهم جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، وهي البطولة الغالية طبعا على جماهير النادي الأهلي. قبل ما نبدأ الحلقة إن شاء الله مع بعض ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا ينصرهم يا رب ويعجل نصرهم ويسدد رميهم يا رب العالمين. ساعات قليلة طبعا بتفصلنا عن اللقاء، وهو لقاء النادي الأهلي والترجي. طبعا اللقاء بيقام في تونس. يمكن معظم جماهير النادي الأهلي ومعظم الجماهير المصرية مستنية اللقاء بفارغ الصبر. يمكن اللقاء هيقام الساعة 10 بتوقيت القاهرة. بنتمنى يا رب ان النادي الاهلي يحقق نتيجة ايجابية ويجي بنتيجة ايجابية تقدر تفيده في ماتش العودة في القاهرة. حلقة ما قبل المباراة، إحصائية خفيفة كده نقولها مع بعضينا. الإحصائية دي عن تاريخ المواجهات الفرقتين. يمكن ما اتكلمناش عنها في البث بتاع امبارح أو الفيديو بتاع امبارح. يمكن فضلنا إن احنا نتكلم عنها قبل المباراة على طول. تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين في جميع البطولات عامة، اللي جمعت النادي الأهلي ونادي الترجي، هي 24 مباراة. 24 مباراة كانت ما بين نادي الترجي وما بين النادي الأهلي في جميع البطولات. خليكم واحدة واحدة معايا كده في الإحصائية الخفيفة دي. يمكن قدر النادي الأهلي يفوز في خلال ال 24 مباراة ب 12 مباراة، كان الفوز لصالح النادي الأهلي. أما نادي الترجي فقدر يفوز بأربع مواجهات، 4 لقاءات فقط لا غير. اما التعادل كان سيد الموقف ب8 لقاءات. يمكن اكتساح تام للنادي الاهلي في تاريخ المواجهات في جميع البطولات. طب هنيجي هنا نبص في المواجهات اللي هي في دوري ابطال فقط لا غير، يعني في البطوله اللي هتتلعب النهارده فقط. اتقابل الترجي مع النادي الاهلي في 22 مباراه، جمعهم 22 لقاء. قدر ان النادي الاهلي يفوز ب10 لقاءات، اما نادي الترجي قدر يفوز ب4 مباريات، والتعادل كان 10 والتعادل كان في 4 مباريات. لا، قدر يفوز نادي الترجي في 4 مباريات، اما التعادل كان في 8 لقاءات. يمكن ما تشبهش حاجه عن المقارنه اللي قبليها. يمكن دي كانت في جميع المباريات، اما دي في دوري ابطال افريقيا. طبعا يمكن المواجهات اللي هي السوبر الافريقي هي اللي مختلفه، هي اللي معليه جميع المباريات طبعا بلقائين. يمكن طبعا قلنا دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي قدر يفوز في 10 مباريات، قدر نادي الترجي يحسم الموقف ب4 مباريات، والتعادل كان سيد الموقف ب8 مباريات. فهنا برضو اكتساح تام للنادي الاهلي. طب دي بقى حته صغيره يمكن يعني كتير ما يعرفوهاش، او يمكن ما حدش مركز معاها قوي. جميع المواجهات ما بين نادي الترجي والنادي الاهلي المصري في رادس هناك على ملعب رادس شخصيا. يمكن جمهور النادي الاهلي بيقول لك ملعب رادس ملعبنا، بنقدر ان احنا نفوز بيه. يمكن الكلام ده مش كده وخلاص، لا، الكلام ده عن احصائيه معموله ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الترجي. يمكن في المباريات اللي جمعت نادي الترجي والاهلي في رادس. ايه هي المقارنه دي؟ يمكن النادي الاهلي والنادي الترجي لعبوا 12 مباراه على ملعب رادس. خد عندك بقى التفوق لصالح مين. حقق النادي الاهلي وسط جمهور نادي الترجي الفوز في 6 مباريات. يمكن فيهم مباراه، طبعا المباراه الشهيره اللي قبل الماتش على طول طلع الاتحاد التونسي بان ممنوع دخول الجماهير لصالح نادي الترجي. يمكن هي مباراه وحيده. 6 مباريات قدر النادي الاهلي يفوز عليهم على الترجي في قلب ملعبه وسط جمهوره. طبعا دي حاجه كويسه جدا. اما نادي الترجي قدر ان هو على ملعبه وسط جمهوره قدر ان هو يفوز في 4 مباريات فقط لا غير، والتعادل كان يحكم في لقاءين فقط لا غير. يبقى هنا احنا بنتكلم على تفوق كامل بالنسبه للنادي الاهلي. تفوق في جميع المواجهات في جميع البطولات، تفوق في بطوله دوري ابطال افريقيا، تفوق حتى على ملعب المنافس اللي هو نادي الترجي.
مش معنى ان انا بقول لك الاحصائيه دي معنى ان احنا نقول ان اللقاء بتاع النهارده هيكون محسوم بنسبه كبيره للنادي الاهلي. لا طبعا، يمكن اللعيبه طلعت واتكلمت في النقطه دي. يمكن شفنا علي معلول قال لك مش معنى ان احنا متفوقين في تاريخ المواجهتين بتاع النادي الاهلي والترجي معنى كده ان احنا يفوز. لا، كل ماتش دايما بيبقى باجتهاده، بيكون بحته ان انت اجتهدت اكتر، قدرت ان انت تحسم اللقاء اكتر. فالنهارده اللي هيحسم الماتش مش تاريخ المواجهات، لا، كل واحد فينا مجهز ايه، كل واحد في الفرقتين مجهز ايه، كل واحد في الفرقتين ايه الخطه اللي هينزل بيها، مدى تركيز كل لاعب ومدى تركيز كل مدير فني، مدى تركيز الجماهير في حته ان هي تقدر تشجع. دي يمكن السلاح القوي اللي النادي الترجي بيعتمد عليه النهارده. يمكن شفنا طلعوا بيان بحته ان هم زودوا كمان التذاكر 7000 تذكره، يعني الاستاد هيبقى مليان على اخره. يمكن من ضمن التذاكر دي 1800 تذكره للنادي الاهلي في وسط 70000 ولا 60000، فدي هتبقى يعني في صالح نادي الترجي بنسبه كبيره. يمكن لعيبه الاهلي متعوده على كده، قدرت ان هي تلاعب نادي الترجي والوداد. يمكن شفنا النادي الاهلي خد بطوله من قلب الوداد في الوداد قدام جماهيره، كان وسط 60000 متفرج. يمكن النادي الاهلي بيعرف يلعب المطوشه دي كويس جدا. بنتمنى ان هو يكون في كامل تركيزه النهارده. بنتمنى ان هو يقدر يستفيد من حته ان الجمهور متواجد، يقدر ان هو يحول ده دافع ليه، والاهلي يقدر يعمل كده. طبعا يمكن ملعب رادس ملعبنا زي ما جماهير كتير بالنسبه للنادي الاهلي بتقول، نقدر ان احنا نحول الملعب فعلا لملعب النادي الاهلي النهارده، نقدر ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله من هناك. بتمنى يا رب ان الفوز يبقى حليف النادي الاهلي والحظ يكون حليف النادي الاهلي، يمكن يرجع بنتيجه ايجابيه نقدر ان احنا نلعب ماتش العوده تبقى مريحانا كتير. في تصريح، يعني يمكن التصريح ده انا بشوفه من اهم التصريحات بالنسبه للاعيبه قبل المباراه ده. يمكن قلنا علي معلول اتكلم في حته ان المواجهات مش هي اللي هتحسم الموقف. شفنا امام عاشور واتكلم في حته ان هو اول بطوله ليه مع النادي، مش اول بطوله ليه مع النادي الاهلي، لا ده اول بطوله افريقيه هتضاف ليه هي النهارده. بنتمنى ان اللعيبه يا جماعه، اللاعب اللي داخل النادي الاهلي جديد، او اللاعب اللي مثلا لسه في تاريخه 2 دوري ابطال ولا 3 دوري ابطال، زود كل ده. انت هتندم بعد كده ان انت كان قدامك فرصه زي كده وانت ما قدرتش تستغلها. زود، حاول بقدر الامكان ان انت يعني تزود في تاريخك والسي في بتاعك حاول كل بطوله تخشها بقدر الامكان تبقى مركز فيها بنسبه 100%، لان النهائيات دي انت سهل تلعب في البطوله. يعني سهل ان انت تقول انا مثلا بلعب في دوري ابطال، بس بيبقى من الصعب ان انت بتوصل نهائي. دي ما بتحصلش كتير، يعني دي ما بتحصلش كتير وما بتحصلش الا مع المجتهدين. والناس عارفه قد ايه، سواء اهلاوي او زملكاوي، النادي الاهلي بيبقى مجتهد في حته ان هو يقدر ينافس على البطوله قد ايه. فبنتمنى ان ده امام عاشور او غير امام عاشور، بنتمنى ان اللعيبه دي تكون في قدر الامكان ويكون في قدر الامكان من التركيز، يقدر ان هو يجهز نفسه بشكل كبير، يقدر ان هو يستفيد من نهائي زي كده بشكل كبير، يقدر ان هو يكون لعيب بجد فارق مع الفرقه النهارده في بطوله زي كده، يقدر ان هو يحصد البطوله. طبعا اتكلمنا في حته نقط القوه والضعف. يمكن في حاجه تانية عايز اضيفها كده سريعا. يمكن يمكن الاهلي داخل الماتش النهارده يمكن محقق انتصارات في الدوري، وده هيفرق معاه ان شاء الله النهارده بشكل كبير. يمكن اخرها الريمونتادا اللي شفناها امام بلديه المحله 2-1 والدقيقه بلس 90، يمكن هي اللي حسمت الموقف كالعاده بتاع اي اهلاوي بيبقى مستني الحته دي. عكس نادي الترجي
يمكن قبل الماتش ده لعب 4 مباريات فيهم كوارث. بمعنى نادي الترجي لعب 4 مباريات، المواجهة الأولى اتعادل فيها أمام الصفاقسي التونسي 1-1. تمام. خسر من الملعب التونسي بنتيجة 2-1. ده مش كده وبس، يعني المفروض ان انت فرقة بحجم نادي الترجي المطوشه اللي بتلعبها قبل ماتش مهم زي كده بيبقوا مركزين فيها بشكل كبير. اي نعم بيبقى في بعض راحه للاعيبه بحيث ان انا داخل على نهائي وكده، بس يعني ده ما ياثرش فيك بشكل كبير، بالذات في ان انت برضو يعني من ضمن الناس اللي بتنافس بشكل كبير في الدوري التونسي. خد الثالثه بقى، واللي يعني ما كانش حد متوقعها، يمكن فوق خسارته من فرقه في الدرجه الثانيه في دور ال 32 في كأس تونس، وهي فرقة محيط كارنك، يعني فرقة في الدرجة الثانية. يعني دي طبعا كارثة كبيرة. يمكن الفوز الوحيد ليه أمام النجم الساحلي، يمكن هو الفوز ده اللي يمكن النادي الترجي في آخر 4 مواجهات هو الفوز ده الوحيد ليه. تعادل ثم خسارة ثم خسارة من فرقة درجة ثانية ثم مكسب. يعني 4 مباريات. ده مش بيتدل على ان الترجي ما فيهوش مثلا فرقه كويسه، لا، الترجي فرقه محترمه. يمكن شفنا تدعيمات ليها، يمكن فيها نقط قوه يعني كويسه جدا يقدر الفريق يستفاد منها بشكل كبير. يمكن رقم 1 فيهم قندوسي، والمدرب طبعا يعني يمكن اللي قبل المدرب كمان الجمهور النهارده هو اللي هيفرق مع الفرقه بشكل كبير. اي حد بيتمنى ان هو يلاعب اي خصم ليه يكون الجمهور بتاعه متواجد في اللقاء، لان هو ده اللي بيقدر يبني عليه. يعني الدفع الاول ليه والضربه القويه ليه النهارده هي الجمهور، يمكن هو ده رقم 1 بالنسبه له. رقم 2 واللي انا شايفه قندوسي اللي هو المدرب لنادي الترجي. يمكن قندوسي يعني شفنا حتى يمكن في الضربات الثابته بتاعته، يمكن الضربات الثابته دي انا ما شفتهاش غير مع فرقه واحده بس وهي ارسنال. حته ان اللعيبه تبقى في الصندوق في 2 متاخرين، اغلبيه الكرات مش بيلعبوا بالبلدي كده، ما بيلعبوش كره مثلا ركنيه عشوائيه في احطها في ال 18 لاعب يطلع يحطها، لا، بيبقى فيها ترتيبات. يمكن دي مصدر الخطوره بالنسبه لفريق الترجي. يان ساسي يمكن من اللعيبه البرازيليين اللعيبه اللي فعلا بتقدر تستلم تحت ضغط. يمكن اللعيب ده يمكن من اهم اللعيبه في نادي الترجي. اللعيب ده يعتبر يعني الاطراف هي بتبني على اللاعب ده، يقدر ان هو ينزل يستلم، يخش على اللاعب الثاني رودريجو بيخترق من العمق، حسام غشاي برضه بيخترق من العمق، بيقدر ان هو يوصلهم للجون بشكل مباشر. فهي الخطوره هنا في الضربات الثابته والركنيات وتحرك يان ساسي. قدرنا نسيطر على ال3 دول فهو الماتش سهل ومش هيبقى صعب في اي حاجه. فبتمنى ان يكون لعيبه النادي الاهلي تعرف تتحكم في اللقاء. يمكن انا بتمنى وجود اكرم توفيق في نص الملعب عشان جنب مروان عطيه وامام عاشور، يمكن عشان النقطه دي نقدر ان احنا نقفل الثغره دي. ده غير حاجه ثانيه، دايما الباكات بتوع نادي الترجي طايرين في حته الارتداء بتاعهم بتبقى ضعيفه جدا. نقدر نحاول ان احنا طبعا رضا سليم مع بيرسي تاو مع ارتداد الباكات بتاعتنا نقدر ان احنا نستغل دي بشكل مميز جدا في ان احنا نقدر نقفل كويس ونلعب على هجمات مرتده. احنا لو قدرنا ننفذ دي بشكل كويس على ما اعتقد الاهلي هيسجل جول و2. خط الضعف بالنسبه للنادي الترجي يمكن اتكلمنا عليه امبارح وهنتكلم عليه تاني النهارده، هو في حته يعني ارتداد المدافعين بيبقى ضعيف جدا. حته ان انت بتشوف مثلا في كره عرضيه المدافعين متقدمين، حته بطئهم في رجوعهم للمكان بتاعهم ده هو اللي تقدر تستغله. بتمنى طبعا النادي الاهلي يقدر يستغل كل ثغره في اللقاء، يقدر ان هو اللاعيبه تكون بكامل تركيزها. بتمنى طبعا من مارسيل كولر ما يفتيش في التشكيل ده نهائي. يمكن انت خسرت امام الزمالك
حته ان انت مكمل في افريقيا، ريحت لعيبه وبصيت ان هو ماتش ب 3 بونت، وكلنا كنا محترمينك في حته زي دي. انت طلعت اتكلمت عن اللقاء ان هو ماتش ب 3 بونت زي اي لقاء. احنا خلاص انت وصلتنا للي احنا عايزينه. بنتمنى ان انت ما تجيش للحاجه اللي احنا عايزينها تفتي في التشكيل، لا العب بتشكيل يقدر ان انت تستفيد بيه، يقدر اللعيب يكون مريح اللعيبه بشكل كويس جدا. وبتمنى ان التوفيق مره ثانيه يكون محل في النادي الاهلي، نقدر ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه من هناك. يمكن انا طلعت النهارده طبعا قبل الحلقه، يمكن قبل الماتش يمكن بساعه او بساعه ونص او بساعتين، يعني ما اعرفش الوقت بالظبط الساعه كام دلوقتي. يمكن دي احصائيه عملتها خفيفه كده نطلع ندردش مع بعضنا فيها. بتمنى طبعا دعمكم لينا، مساندكم لينا بالاشتراك في القناه، بلايك، كومنت، اي حاجه عايز تكتبها بنقدر ان احنا نرد في الكومنت على اي حد بيكتب اي حاجه. بنتمنى طبعا دعمكم لينا، انتوا السند لينا بعد ربنا طبعا. نلقاكم ان شاء الله. يمكن ممكن نقدر نعمل بس بعد المباراه، وممكن برضو يعني يبقى البث بكره ان شاء الله الساعه 5 زي ما متعودين مع بعضين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقيكم غدا او بعد المباراه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.